السلام عليكم، اهلا بكم خوتي في برنامجكم اتصال الاوف سايد اللي تجيكم مني ايوب محتاج. واليوم تحليل منتخب المغربي مع المنتخب العماني في كأس العرب اللي وقع اليوم، واللي سلب نتيجة 0-0. المباراة اللي كانت صعيبة بزاف كما توقعت انا من حلقة التوقعات، والمباراة اللي أكدت أن المنتخب المغربي في هذه المجموعة ما غاديش يكون في نزهة أو إن صح القول، بل غيكون المباراة والمباريات الثلاثة أو الاثنين مع عمان والسعودية غيكون في منتهى الصعوبة. المباراة الأولى كما قلت كان الخصم ما كانش ذوك القوة، وأعبت أو عيبت على طريقة سكيتوي أنه اعتمد على فكرة واحدة وعلى بداية التشكيل بطريقة ما كانتش المثلى، يعني كانت هناك خيارات أفضل في بعض المراكز. وأيضا الفكرة اللي كانت واحدة اللي هي الكرة الثابتة والدفاع على مستوى الشوط الثاني، اللي كان ديك الساعة المنتخب جزر القمر هو اللي كان مهاجم. اليوم كنت كنفضل أن طريق سكيتو يكون عنده واحد التفكير أفضل أكثر وتعديل على مستوى التشكيل. اليوم شفنا تعديل على مستوى التشكيل لحد 90%، فكان صحيح وما كانش عندنا حتى شي تعديل وما عندنا حتى شي مشكل في بالنسبه للتشكيل، لكن اللي وقعنا فيه هو وقعنا في الافكار. طرق سكيتوي بدل نعم في التشكيل، لكن الفكره اللي كانت عنده في جزر القمر هي اللي كانت عنده في عمان، وكيروش عرف كيفاش يقرا هذا التفكير وكيفاش انه سد جميع الثغرات. انتقلوا للتكتيكال باد باش نشرحوا شويه شنو وقع في هذا الماتش ديال اليوم، فين كان الاخطاء ديال طريق سكيتوي. اذا عفوا، اذا كما شفنا الطريق سكيتوي بدا بالتشكيله كما تكون واضحه: بالعبيد في الحارس المرمى، بوفتيني مع سعدان على مستوى خط الدفاع. هنا كان واحد من التغييرات المزيانه انه رفع الباش انس باش لخط الوسط، على اليمين بولكسوت اللي قدم ماتش مزيان، وعلى اليسار مساوي ايضا قدم ماتش لا باس به. على خط الوسط طبعا كان عندنا مساوي مع الباش، الكرتي 10، بركاوي، زحزوح وحمد الله. اذا هذه الفكره ديال طريق سكويزوي في هذه المباراه، حيث انه اعتمد على البولكسوت باش يدير المسانده الهجوميه، وايضا مساوي على الجهه اليسرى. وهنا عول على حريمه باش يقتل اي هجمات مرتده اللي كان المفروض ان عمان كان لاعبين عليها، لانه كان لاعبين تكتيك دفاعي. وطبعا اليوم دخل بالكارتي اللي قلت انه كان خصو يدخل من الماتش اللي فات. اذا كارتي دخل وادى تقريبا باداء مزيان هجوميا ودفاعيا. بركاوي اللي ما عجبنيش وزحزوح ما عجبنيش. وهنا احد الافكار اللي انا غنتقدها اليوم في التكتيك ديال طريق سكيتوي، هو طريق سكيتوي مصر انه يلعب مهاجم ثاني حدا المهاجم الاساسي. المهاجم الاساسي اللي كان هو حمد الله هذا النهار ماشي تسودالي، وطبعا كنتفهم هذا القرار وكتفق معنا ان حمد الله ماشي داك اللاعب اللي كيرتد، ماشي داك اللاعب السريع، ماهوش ازارو، ماهوش تسودالي. فبما ان كنا غنشدوا الكره وغادي نديروا احنا اللعب، فكان الاختيار ان حمد الله هو احسن لاعب باش لان الفينيش عنده مزيان. طبعا الطرد من بعد انا نهضر على الطرد، ولكن الاصرار على انك تلعب بالبركاوي انا ما عجبتنيش. هذه اول حاجه. ثاني حاجه انك رميتي الزحزوح للجهه اليسرى، والزحزوح ما كانش موفق على الجهه اليسرى. هذه ثاني فكره. من بعد التشكيل، ثاني فكره هي هذه، هو حتى التشكيل ما كان صحيح. فالاحتيال الزحزوح على الجهه اليسرى ما كانش موفق على الجهه اليسرى، كان خصو يلعب على الجهه اليمنى. والشيء اللي وقع في الشوط الثاني وفي نهايه الشوط الاول، ديك الربع ساعه الشوط الاول،
راه عرفنا هاد السويتش انه زحزوح لاعب الجهه اليمنى وبركاو لاعب الجهه اليسرى اللي كيضم شويه اللحظه حمد الله. وزحزوح هو كان كيستافد من الصعود ديال بولكسوت اللي قدم ماتش مزيان، وكان عندهم مجموعه من الافكار الهجوميه عن طريق الاختراق، خصوصا بالكسوت في الشوط الاول فاش كان بركاوي على الجهه اليمنى كناش تنشوفوا الاختراق عن طريق بالكسوت كان كيطلع كيحاول يغطي بركاوي مع باش، وكان كيحاول ان بالكسوت يدير الاختراق عن طريق الجهه اليمنى. وهذه الفكره الزوينه اللي كانت ناجحه ولكن للاسف ما تكررتش. الاختراق ما اخترقناش بزاف على الجهه اليمنى، اما خلاص على الجهه اليسرى فكان فشل ذريع للزحزوح على الجهه اليسرى، ما قدرش يخترق ابدا وما دار حتى شي حتى شي اضافه هجوميه على مستوى الجهه اليسرى. من بعد شفنا انه درنا السويتش، رجعنا البركاوي اللي كنا كيضم على حمد الله، وشفنا الزحزوح هو اللي كان شاد الجهه اليمنى مع بالكسوت ودايرين جبهه مزيانه كانت ممكن انها تنتهي بهدف بالنسبه للشوط الاول، ولكن ما توفقناش اننا نماركيو باش يجي الشوط الثاني ويجي الطرد. وهنا غنزدو التكتيكال باد وغادي نهضروا. اذا في الشوط الثاني غنهضروا الشوط الثاني مع اولا حاله الطرد. كانت حاله الطرد على حمد الله بزاف غيسولوا واش الطرد صحيح ام غلط، واش ظلمنا الحكم. انا من بعد ما شفت اللقطه شفت ان الطرد هو طرد صحيح، لان حمد الله ما لمسش الكره فحمد الله ما لمسش الكره ومشات نيشان الوجه ديال اللاعب العماني. فالطرد خصنا نكونوا واقعيين، هو طرد صحيح ما فيه حتى شي. والطرد للاسف اثر على الفريق، لان الفريق اصلا ما كانش موفق في الشوط الاول. هضرنا على صعوبه الاختراق، هضرنا على الاختراقات كانت فقط في بعض اللقطات ما بولكسوت ومن بعد مع زحزوح في الربع ساعه الاخيره، ولكن هذه الفكره ما كانش على الجهه اليسرى، ما كانش التحويل تنويع اللعب على مستوى الجهه اليمين والشمال، ما كانش داك التسريع الوتيره. كنشوفوا ان الهجمات كتتم بواحد البطء، كتتم بواحد كأن الهجمات كانت مقريه الفريق العمان. فريق عمان كان كيقرا الهجمات، ما كانش تسريع الهجمات، ما كانش اختراقات على الجهه اليمنى، ما كانش اختراقات على الجهه اليسرى، ما كانش الافكار اللي ممكن. اضافه الفكره اللي قلنا عليها انا جوج القمر وهي اللي كانت اليوم الاكثر فكره بغات تطبق اليوم هو الكره الثابته. هو شاف لما العمق ما نجحش، لما الاختراق ما توفقناش فيه، هو نجحنا فيه ولكن ما توفقناش اننا نسجلوا. كانت الفكره عند سكيتوان نرجعوا للفكره الاولى اللي طبقات على جوج القمر وبغى يطبق على عمان اللي هي الكره الثابته. شفنا عدد كبير من الكورنيرات وضربات الخطا وحتى هي ما نجحتش، لان كيروش قرا المنتخب المغربي عرف ان اهم الافكار اللي كيبغي يطبقها طريق سكيتيوي واللي يعني واعرين فيها اللعابه المغرب هو الكره الثابته. وكيروش قدر انه يكسر هذه القاعده، در يعني واحد تكتيك دفاعي قدر انه يسد جميع المساحات، خلى الاطراف محلوله ولكن العمق ما كاينش. الكره ما تتمرش، لا بينيات تتمر، لا عرضيات تتمر، لا كورنيرات كتماركاو ولا حتى شي حاجه. يعني العمق مسدود وبحال هادشي كيتحل بجوج حوايج، يا اما مراوغات وهادشي ما وقعش لان ما كانش المراوغات من اليوم دخلنا كنهضر مراوغات دخل العمق، حنا كنراوغو كنديرو عبينيه، كنراوغو كنعطيو عرضيه، ولكن المراوغات باش اننا ندخلو العمق ونحاولوا نخترقوا من العمق ما كانش، لان الا كنمشيو للعمق كتمشي كره وكيفشل فيها اللاعب المنتخب المغربي. او انك دير لمسات تمريرات، يعني تمريرات سريعه ودقيقه كتخلي انك تضرب فيها الدفاع، تضرب العمق ديال الدفاع وانك تسجل. وهذا الشيء ايضا ما وقعش لا في الشوط الاول، وكان صعب يوقع في الشوط الثاني مع الطرد. كان صعب على المنتخب المغربي انه يطبق هذه الفكره.
كان عنده نقص على المستوى الهجومي. احنا كفريق باغي ماركي فعندك نقص في الهجومي بسبب الطرد. ما كانش عندك اللاعبين، دخلتي من بعد اللاعبين ازارو وتيسو دالي، الاثنين حاولوا ولكن فشلوا انهم يلقاو محاولات، فشلوا انهم يلقاو فرص في العمق ديال منتخب عمان كان مسدود تماما. وكان كيروش عارف انه العمق ديال الفريق خصو يتسد باش يوقف المنتخب المغربي. وكيروش نقول لك هو نجح، جا اليوم بغى التعادل، نجح في يخطف التعادل. كان عنده ماتش مع زوز القمر اللي غيعول انه يغلب فيه باش يحقق 4 النقاط، وغيتسنى واحد فينا اللي غيطيح، يا اما تطيح السعوديه. واظن هذا المقترح ما غاديش يفيد المنتخب عمان، لان اظن حسب القانون متاكد صراحه القانون كاس العرب يعني واش هو القانون معترف به، لان المواجهه المباشره لصالح السعوديه، او انه يمشيو للفريق الاهداف. فهنا غادي يكون واحد حسابات، او انهم يتسناو ان السعوديه تغلبنا فنطيحوا للفريق الاهداف. عندنا زائد 2 بلا الهزيمه المنتظره اللي كينتظرها المنتخب العماني، واش فرق واحد او فرق 2، او انهم يضربوهما جوج القمر من اكثر من هدفين. واي كانت الهزيمه ديالنا مع المنتخب السعودي فهي غتفيدهم في الفريق الاهداف. المنتخب العماني كانت عنده فكره ونجح فيها، هو أن يسد جميع الأبواب على المهاجم المنتخب المغربي، وأن يسد العمق، وأنه ما يمرش لا بينيات ولا عرضيات ولا أي شكل من الأشكال. السكيتيوي خصو يفكر كيفاش يدير مع المنتخب السعودي. المنتخب قوي، عنده سرعات، عنده مهارات، عنده لاعبين مستوى عالي. فرناندو غيرجع، فالموضوع غيبقى صعب. نتمنى طبعا المنتخب المغربي يحقق غير التعادل، والمنتخب المغربي رغم ذلك حتى غير التعادل. طبعا التعادل ما غاش تعطيه الصداره، ولكن على الاقل غادي تعطيه التاهل وغيخرج من الحسابات ديال المنتخب عمان. يعني المنتخب عمان يغلط ب10 ما غاديش ياثر على المنتخب المغربي، لكن اي شيء من غير التعادل وفوز فغندخلوا في حسابات معقده. منتخب عمان ممكن يمر يسجل على لوز القمر، ممكن يغلبهم بنتيجه يعني اكثر من هدفين. شفنا لوز القمر كيفاش هو فريق ضعيف دفاعيا. فأتمنى أن الأمور وصح طرق سكيتوي. نعم كان هناك تطور شوية على لوز القمر، لكن الأفكار مازال هي الاعتماد دائما على الكرة الثابتة وتبطيء الهجمات. هادشي ما ينفعش المنتخب المغربي امام السعوديه اللي فريق ممكن ما غيجلسش في الدفاع لكن هو قدر فعلا يأذيك فعلا. كان ممكن يسجل عليك المنتخب العماني، ما عندوش اللاعبين الهجوميين اللي يقدر يسجل عليك، ولكن عنده اللاعبين الدفاعيين والتكتيك المدرب كيروش اللي يقدر يوقفك. ولكن المنتخب السعودي هو عنده عناصر دفاعيه مزيانه وعناصر هجوميه مزيانه قادر انها حتى لو تسجل عليك. يعني الموضوع غيبقى صعب في الماتش ديال الاثنين. نتمنوا طرق سكيتوي انه يصحح هذه الامور، وان يكون تطور على مستوى الاداء، ونتمنوا ان نحققوا انتصار ماشي غير التعادل. نقدروا ننتصروا على السعوديه ونتصدروا باش نتفادوا اي مفاجآت، ولكن ما حصلش على الاقل نحطوا في تعادل اللي يأهلنا على الاقل للدور الثاني. الى تحليل المباراه اليوم. اسف على التاخير على تغطيه قرعه كاس العالم. اذا الامور هذه كما لكم اي محتاج، والسلام عليكم وبركاته.